بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المصطفى الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم وهداه ورضاه. كل سنة وانتم بألف صحة وسلامة وهناء وسعادة. بأول يوم في رجب إن شاء الله. وصدفة جميلة، وطبعا ما فيش حاجة بتيجي صدفة، ولكن هي مقدرة بعلم من الله إن أول يوم لرجب مع رأس السنة. كل عام وأنتم في أتم صحة وسلام. طبعا هنيجي في شهر رجب ونقول أحلى كلام. أولا شهر رجب طرق للجفاء، يعني خلاص الإنسان من السنة للسنة بيستنى شهر رجب وشعبان ورمضان. السنة 12 شهر، بنقعد 9 شهور متخبطين، طالعين ونازلين، رايحين وجايين. خلاص الأيام اللي جاية كلها عمرنا ما نكون مهمومين ولا حزنانين، لأن كل الأيام اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله هنكون كلنا على التعاون والمحبة فرحانين. أول قدوم شهر رجب، فالمفروض دلوقتي يعني نستقبله إحنا أحلى استقبال وأجمل لقاء الله عز وجل. ال3 شهور الطيبين، الشهر اللي بنحبه، الشهر الكريم، شهر الصيام، شهر العبادة، شهر الغفران اللي هو شهر رمضان. فكل شيء لازم بيبقى له مقدمة، فمقدمة رمضان شهر رجب وشعبان. طبعا زي ما أنا قلت هو شهر الجفاء، بنبقى قاعدين 9 شهور مستنين الجمال ده، وبعد منه بيحل علينا شعبان الجميل، جالي العمل والوفاء عشان نجد ونجتهد ونصوم. والفترة اللي احنا تركنا فيها الصيام وكنا مشغولين بأفعال كتيرة بنبتدي تاني نرجعها بالخطوات الجميلة، ويهل علينا رمضان شهر الصدق والوفاء. يبقى احنا معانا 3 شهور من أجمل الشهور اللي موجودة في السنة، بالرغم ان أيام ربنا كلها جميلة وحلوة. ولكن كل سنة وانتم بألف صحة وسلام. عايزين ندخل عام جديد، يعني يكفي هذا العام من وجهة نظري إنه مميز، إن السنة الميلادية بدأ ومعاها أجمل الشهور وأحلاها وأفضلها وأرقاها وأحسنها وأطعمها وأسكرها. الشهور الجميلة المحلية بحلاوة، الشهور المسكرة، شهر رجب فتحة خير يا رب علينا وعليكم جميعا. شهر الصفاء والنقاء، شهر العبادات، شهر الغفران، شهر الطاعات. فيا ترى واللي دلوقتي قاعدين ولقوا ان بكرة اول رجب مع هلول سنة جميلة وحلول شهر طيب، ويعقب الفرحة فرحتين بهذا النصر العظيم، وهو عودتنا للأيام الحميدة المجيدة الجميلة. لسه في قلوبنا حاجة لأي حد؟ لسه ما غيرناش؟ لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين؟ ما خدناش ان الفرصة الجميلة ديت مع قدوم السنة الجديدة ان في شهر ممتاز هل علينا ننسى فيه كل جروحنا وألمنا؟ لسه ما كتبناش الخير؟ يلا نكتب، لأن النهاردة إن شاء الله دقائق ساعات معدودة وهتهل سنة جميلة، سنة 2025 مبارك عليكم وعلينا يا حلوين. إن شاء الله سنة الخير والسعادة، سنة الرزق، سنة الهنا، سنة الفرح، سنة الحصاد، سنة الجمال، سنة جني الثمار الخضرة الحلوة، سنة الصبر، سنة الهنا. خلاص الحمد لله رب العالمين. نحمد ربنا ياما قوي ان كتب لنا قدوم وهنشوف السنة الجديدة دي واحنا لسه عايشين النهاردة وعلى قيد الحياة. حاجة جميلة وحلوة ومريحة. الحمد لله رب العالمين ان ربنا اتانا خير كتير او من فضله. يلا عدلنا في نفسنا، والسنة الجديدة جات اهي وهلت علينا. يعني اللهم صل على النبي يا رب. بسم الله ما شاء الله. يعني 1/1/2025 أول يوم رجب،
يعني ألا يحق أن نحمد الله كثيرا على هذه المفاجأة الرائعة الجميلة، الصدفة العجيبة اللي زي ما قلنا مش صدفة، القدر الجميل، الحاجة الحلوة. والله الواحد قلبه يعني مش عارف يقول وإيه ولا إيه ولا إيه، ولكن يعجز اللسان عن الكلام، فأكيد الإحساس واصل يعني. فيلا مين اللي ما سامحش يقوم يسامح، بالرغم ان اللي بيبقى الأذى شديد جدا، بس خلاص بقى، ما احنا قلنا مش عاوزين نتعمق في الأذى، عايزين نخلي الأذى دايما ورا ظهرنا ونبص قدام للسعادة والفرح عشان يجينا الخير الزيادة. مين عفا، مين عاوز يكون من المحسنين، مين عاوز يكون نفسه راضية ومرضية، مين ارتقى بأخلاقه وارتقى بأصله وارتقى بحلاوته وارتقى بلسانه وارتقى بكل ما يملك في الدنيا من أخلاق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جه كم من مكارم الأخلاق وأتم الدين. يعني ما فيش حاجة دلوقتي عجزانة عن ان احنا نكون عندنا حكمة ومعرفة عالية، وان احنا كلنا نكون واعيين ومفتحين وحلوين ونعرف الخطأ ونعترف بيه ونتخطاه ونفتح صفحة جديدة وسعيدة وجميلة بحلول العام الجديد عام 2025، وبحلول أجمل الشهور المباركة عند الله، شهور الذكر وشهور القرب من الله، شهور الغفران، شهور أنا والله مش عارفة أقول إيه ولا إيه. الإحساس جميل جدا. يعني سامحوا، اعفوا، عافى الله عنكم وعني، سامحكم الله وسامحني معكم. فنعفو، نتغافل ونتجاهل، لأن الإحساس الجميل بالتسامح والعفو والمغفرة أجمل بكتير من إحساس الزعل والزهاء والانتقام. لأن الناس الجميلة اللي داخلة بحلول العام الجميل ده وقلوبها صافية، هي هتجني الثمار بتاعة الصبر اللي صبرت من 5 ل10 ل15 ل20 سنة، هي هتجني بحقه حقيقي. فالحمد لله رب العالمين على ما آتانا من خير. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عام 2025 وحلول شهر رجب الكريم. كل سنة وانتم طيبين.